خلينا نتكلم عن اهم حاجه جايين لها النهارده، وهو السبلاي تشين. كارير سبلاي تشين هو خلينا نقول اتجاه كبير جدا من اي شركه صناعيه بتتجه له بالادارات الكتير اللي جواه بالحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت اقل محتوى عربي موجود على الانترنت ككورسز هو في السبلاي تشين. صح. فبالتالي الناس بتلاقي صعوبه جدا في المجال ده. دايما صح. بتلاقي اغلب الناس اللي دخلوا المجال ده دخلوه مش عايز اقول باي لك، ولكن دخلوه شغال في اداره تانية جوه الشركه فدخلوا، حصل عجز في اداره فدخلوا، محدش بدأوا من اوله الا قليل جدا. صح. ايه المجال، نشتغله ازاي، اللي متخرج جديد يعمل ايه عشان يشتغل في المجال ده، ايه الكورسز، ايه الشهادات. طيب دي حاجات كتيره قوي. طيب خلينا نبتدي واحده واحده. سبلاي تشين اللي هي سلسله التوريد او سلسله الامداد، اللي هي ببساطه اي حاجه من ساعه ما نصنع شيء لحد ما يوصل للعميل النهائي. تمام. ده يشمل مش بس المصنع، يشمل المخازن، الشحن، النقل، التصنيع طبعا. تمام. دي الخطوات كلها. فلو انا بجيب الشيء ده جاي من الصين، ففي خامات حد وردها للمصنع ده عن طريق اتفاق او عقد حصل، وبعدين الخامات دي وصلت في المكان ده، اتصنعت لمنتج نهائي. المنتج النهائي ده طلع قاعد في مخزن، وبعدين اتشحن في كونتينر راح لمينا، وبعدين من المينا دي راح لمينا في دولة تانية او في قارة تانية، وبعدين اتنقل على مخازن، وبعدين وهكذا. كل السايكل دي من اولها لاخرها. ده المجال ببساطة. قبل الكوفيد كان الموضوع يمكن مش معروف قوي. بعد الكوفيد العالم مقلوب على السبلاي تشين، على النقل وعلى كده. حتى مجلة فوربس طلعت سنة 21 في ديسمبر، العدد الأخير من السنة، قالت The Year of Supply Chain، سنة سلسلة الإمداد، لأن دي السنة اللي بان قوي فيها ايه ده، هي الحاجات دي مش بتيجي لوحدها. ايه ده، احنا الحاجات دي احنا مش بتيجي في مركب وخلاص، مش بتيجي كده ببساطة. والكوفيد بس وضح شوية أزمات في الماسكات، أزمات في الأكسجين. معرفش لو حد خد باله، كان في أمريكا من حوالي سنة أو سنتين في أزمة في لبن الأطفال، أزمة طاحنة في لبن الأطفال. أيام الكوفيد كنا نسمع إن دولة جاي لها شحنة ماسكات، دولة تانية استولت عليها، فابتدى الموضوع يبقى باين شوية. انا بحب المجال ده طبعا، طبيعي بحبه حقيقي، فانا رايي يمكن يبقى متحيز شويه واقول للناس خشوا المجال ده، ولكن انا بشوف ان مهما حصل هيفضل الحاجات دي بتتحرك وبتتنقل وكل حاجه. يعني قبل الكوفيد الناس كلها كانت بتقول لك جيب من الصين. بعد الكوفيد الناس رجعت امريكا واوروبا، قال لك ايه، لازم نبتدي نصنع عندنا. تغيير استراتيجي اصلا بعد الحرب بتاعت بعد الحرب أوكرانيا الموضوع. فانت هيفضل دايما في الدنيا ان الصين عنده حاجة، والسويد عنده حاجة، وامريكا عنده حاجة، واليابان عنده حاجة، وعايزين نتبادل الحاجات دي. فهيفضل المجال ده مش هيختفي. عايزين نصنع حاجة، هنفضل محتاجين نصنع حاجات ما فيهاش. فدي يمكن من المجالات اللي بحس انها مش هتختفي بالاي اي، ولكن هتتطور وهتتغير فرشور زي كل حاجة يعني. ابتدي ازاي لو انا لسه متخرج؟ ايا كان اللي انت اتخرجت منه. انا بشوف ناس بتشتغل في سبلاي تشين من حاجات مختلفة جدا. هندسة مرتبطة اكتر بالمصنع، لكن بالانتاج بالظبط. لكن لو انا بعمل اي حاجة تانية انا ممكن اشتغل في مجالات كتيرة. عندك البروكيورمنت، المشتريات، مجال خطير جدا. انا في رايي ان هو very underestimated، يعني الناس مش مقدره القوه اللي في مجال المشتريات، مش مقدراها. الاداره دي لو بتعمل استراتيجية مظبوطه ممكن تشقلب حال الشركه كلها. ده مش مجال محتاج دراسة، قليلة جدا الجامعات اللي فيها حاجة للأسف. طبعا احنا مفيش حاجة، مفيش الأكاديمية البحرية على شوية هندسات أقسام مختلفة. ما أعتقدش إن في حاجة تاني بتدرس سبلاي تشين يعني بتفاصيل قوي يعني. في دول كتير حوالينا عندهم دلوقتي بكالوريوس سبلاي تشين بالتحديد يعني. ولكن
حتى لو انت خريج حاجه بعيده خالص عن ده تقدر تخش فيه. كل اللي محتاج تشوفه، انا دايما اقول السبلاي تشين فيها، انا كنت اخر مره عديتهم يمكن 12 شغلانه او 14 شغلانه. عايزين نعرفهم بقى كلهم والله خلينا يعني اخدهم بالترتيب كده. عندك المشتريات، فالناس اللي بتشتري الاول خلينا نفترض انها بتشتري خامات، فالناس اللي بتشتري الخامات، وبعد كده الناس اللي بتشتري دي لحد التعاقد، ودي بيدخل فيها الجزء الليجل او القانوني وده مش تبعنا، بس الناس اللي بتعمل الاتفاق مع الموردين. مش خامات بس طبعا، خامات مش خامات بس، باكجينج، سبير بارتس، المشتريات عامه. مشتريات عامه، انت ممكن تشتري تدريب، ممكن تشتري خدمات امن، ممكن تشتري علاج، ميديكال انشورنس، تامين صحي، كل ده طبعا مشتريات. فمش لازم في حاجه صناعيه، ده موجود في اي حاجه. فعندك واحد بيشتري، وبعدين عندك واحد اللي هو بنسميه الانفنتوري الماتيريال بلانر او انفنتوري بلانر، او يسمى يعني مينلي الشخص اللي بيتواصل مع المورد يقول له يا مورد انا عايز 50 قطعه من ده، عايز 100 طن من ده، عايز الخامات الماتيريال ففي شخص بيقعد يحسب احتياجاته، وعلى اساس احتياجاته وعلى اساس اللي قاعد عنده في المخزون وعلى اساس الكاش اللي معاه في الشركه هيقدر يطلب هو يشتري قد ايه. طيب بعد كده في شحن من عند المورد لحد عندي، فانت شغلانه الشحن دي فيها تفاصيل برضو كتير. فيها فليت مانجمنت اللي هي شخص او اداره اللي مسؤوله عن السيارات، الانباوند بالظبط كده، انباوند. فتلاقي شغلانات كتيره فيها، في شركات تلاقي فيها شغلانه اسمها انباوند بلانر. ايه الانباوند ده؟ اللي بيرتب اللي داخل، الخام والماتيريال بالظبط. دخلت الحاجه جوه عندنا، في عندك كواليتي غالبا هيعمل لها تشيك، ممكن في ناس بتدخله تحت سبلاي تشين وناس ما بتدخلوش، حسب الصناعه كمان. الاكل حاجه، الكونستراكشن حاجه، كل واحد وليه نظام. بعد كده عندك مخازن بشغلانات المخازن كلها، فانت دي مجال. ممكن تكون بتجيب الحاجه من بره الدوله، فانت لو بتجيبها من بره الدوله عندك حد بيشحن شحن بحري مثلا من الصين او من الهند او من المانيا، فالناس اللي بيشتري الكونتينر او بيحجز الكونتينر ده على الخط الملاحي ده، دي شغلانه. بتسمى ايه بقى المسمى بتاعها؟ يعني انباوند، برضو انباوند بلانر بتتسمى. دي بتبقى في شركات الشحن اكتر، بس يعني دي شغلانه لوجيستكس مهمه. بعد كده عندك تخليص جمركي، ده بقى اللي ما بتجيله لما وصلت مينا اسكندريه، مينا دمياط، مينا سفاجه، لازم الحاجه يتعمل لها تخليص جمركي، فده تحت برضو السبلاي تشين اللي هو المخلص. عالم الفريت فوروردنج او الشحن والنقل ده عالم كبير جدا مليان شغلانات. الجهه الوحيده يمكن اللي بتعلم الكلام ده هي الاكاديميه. بعد كده الحاجه وصلت المخازن، بعد كده عندك بقى انتاج بكل تفاصيله، من اول بقى دي جزء يمكن شويه يحتاج مهندسين، ولو ان مثلا زراعه بيشتغل في المصانع الغذائيه مش لازم يبقى مهندس انتاج، هو خريج زراعه لانه عنده انتاج زراعي، او صيادله في شركات ادويه. فدي لكن عاده هتلاقي مثلا مهندس الصيانه ده مهندس الانتاج ايا كان التخصص. عندك جوه المصنع عاده انتاج، صيانه، بيبقى في احيانا مشتريات تاني مخصوص للمصنع، جودة طبعا. عندك الجزء بتاع السيفتي والهيلث والانفايرمنت، وده مجال ده جوه السبلاي تشين برضه، عادة بيبقى تحت المصنع. لأن المصنع لو أنا النهاردة في مصنع وبنتج أيا كان الشيء وبطلع عادم أو بطلع الصرف بتاعي غير مطابق للمواصفات، فده كله هيحتاج يتظبط. السيفتي، السلامة والصحة المهنية، ده ما لهاش جامعة، فده مجال برضو شيق جدا، وللاسف مش اشطر ناس فيه احنا خالص يعني. فانت عندك ده كله بيبقى تحت السبلاي تشين. او يبقى مهندسين تقريبا في الحته السيفتي. والله مش شرط، برضو مش شرط يعني. عندك ليفل سوبرفايزر، ليفل سبيشالست، ليفل ما اعتقدش لازم يكون مهندس يعني، الا لو حاجه فيها معدات قوي وكده محتاج تفهم المعده، لكن غير كده ما اعتقدش يعني، مش شرط قوي. انا بتكلم كاورجنايزيشن يعني. لو واحد سبلاي تشين دايركتور هو بيبقى مسؤول عن كل ده تحتيه. بعد كده بقى انتجنا،
هنحط في مخازن، هنعمل فحص لو في انسبكشن او في جوده، بعد كده هنحط في مخازن، بعد كده نبتدي بقى نشوف طيب انا عندي مخزن في اسكندريه ومخزن مثلا في طنطا ومخزن في اسيوط، احدد الكميات اللي كل مخزن تبقى فيه قد ايه، ده انفنتوري مانجمنت تاني. هشحن لكل الاماكن دي، طب احط المخازن بتاعتي فين، ده نتورك بلانر، دي بتتعمل مره مش بتتعمل كل يوم، بس وانس ان انت قررت ان انا مثلا الانفنتوري دي ساعات بتحط في الفاينانس ولا مش دي؟ احيانا ممكن يتحط في الفاينانس، ولا اللي هو شايف بيسموه ستوك كنترول لا، والانفنتوري. ستوك كنترول حاجه تانية، الاوديتنج او الستوك كنترول حاجه والانفنتوري بلاننج حاجه. الستوك كنترول بيتاكد ان الانفنتوري بلاننج ماشي على البوليسي او السياسه اللي الشركه بتقول عليها. يعني مثلا الشركه تيجي تقول او الاداره الماليه تيجي تقول احنا مش عايزين المخزون بتاعنا يزيد عن 10 مليون جنيه مثلا في اي وقت من الاوقات. انا واحد انفنتوري بلانر، انا اللي بشتري، قررت ان انا اللي بخطط للانتاج، في برودكشن بلانر كمان اللي هو بيخطط خطوط الانتاج، يقول خط الانتاج ينتج احمر وبعدين اخضر وبعدين ازرق مثلا، قد ايه في وقت قد ايه؟ وهتقعد هنا 6 ساعات وهنا 3 ساعات وهنا 4 ساعات. دي شغلانه كتير بتبقى مهندسين بس برضو مش شرط. حته الستوك بقى ليه انا الحته دي مهمه، لان هي دي اللي فيها الفلوس، يعني دي اللي بتعمل فرق كبير مع الشركات. انت عندك واحد هو اللي بيقول احنا المفروض يكون عندنا مخزون قد ايه بالظبط، تكلفه. ويجي عليه الراجل بتاع الفاينانس يتاكد ان التكلفه دي والمخزون ده هيحقق لي ربح. فاهم الفرق؟ يعني انا لو انا النهارده وانا اشتغلت الشغلانه دي كتير اللي بتخزنها اعلى من الربح بتاعها في الاخر. يعني لو انا ببيع مثلا على سبيل عشان ابسطها للناس، لو انا ببيع في الشهر ب5 مليون جنيه، ليه يكون عندي مخزون ب20 مليون جنيه؟ الا لو انا شايف ان في ازمه في ان انا بالظبط. اتحصل على المنتج. لكن لو انا عندي مصنع شغال طبيعي يبقى انا مش محتاج ان انا يكون عندي مخزون 20 مليون، لان انا ببيع في الشهر 5، لان معنى كده ان انا هخلي مخزون 4 شهور. لو الحاجه دي حتى لو ملهاش صلاحيه، يعني حاجه ما مش هتتاثر بالصلاحيه، ما هي دي فلوس راكده، فالفلوس الراكده دي بتاثر على البروفيت بتاع الشركه، فدي جزء مهم جدا يتربط مع الفاينانس. يعني الستوك كنترول بقى والناس بتوع الاوديتنج او المراقبه او كده، دول بيبقوا تحت الفاينانس، بيتاكدوا ان السبلاي تشين ماشي على السياسه اللي احنا متفقين عليها. بس بعد كده بقى بتشحن الحاجه للعميل. في ادارتين يمكن احيانا بيبقوا مع السبلاي تشين واحيانا بيبقوا مش مع السبلاي تشين، اللي هي الديماند بلاننج، ودي مش موجوده للاسف كتير في مصر. واعتقد انها الشركات لو ادركت ان انا لو جبت شخص او شخصين يعملوا لي فوركاست، يتوقعوا هبيع قد ايه في الفتره الجايه، مش هروح انتج غلط بالداتا اناليسيس اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بالداتا اناليسيس اللي عندي. فهي شغلانه مليانه تحليل بيانات علشان اقول انا متوقع الشهر الجاي ابيع 10، الشهر اللي بعده عشان عندي عيد فهبيع 8، الشهر اللي بعده هبيع كذا and so on. فابتدي اشتغل على هذا الاساس. ديماند بلاننج. والشغلانه الاخيره كاستمر سيرفيس. كاستمر سيرفيس في ناس بتحطها مع السيلز، في ناس بتحطها مع السبلاي تشين، في ناس ايا كان حسب برضو طبيعه الصناعه وطبيعه الشركه، ولكن دي برضو من الحاجات اللي ممكن تقع تحت السبلاي تشين. فالخلاصه ان من كل دول في حاجات محتاجه تخصص اكاديمي، ابقى طالع من الجامعه متخصص في ده، لكن الاغلب مش محتاج التخصص ده. مفيش ولا حاجه من دول، يمكن ما عدا هندسه والحاجات الشحن وكده ليها جامعه اصلا.